صباح الخير من قاعة لالالاند بالمحلة، حلقة خاصة للمناضل العمالي الأستاذ أحمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان بالمحلة الكبرى. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، نورتونا. عايزين نعرف مين هو المناضل أحمد جمال الدين. أحمد جمال الدين هو راجل عامل نسيج من عمال القطاع الخاص، زيه زي كل عمال المصانع اللي طلع من صغره يشتغل في المصنع بجانب دراسته. والحمد لله راجل كون نفسه وأسس جمعية للعمال، ومتزوج وعنده ولد وبنت. ليه لقبت في المحلة بالمناضل العمالي؟ في الحقيقة دي موضوعها كبير جدا، وده تاريخ طبعا مش أي حد يقدر يحصل عليه لأن بيحتاج تضحيات. المفروض طبعا ان لقب المناضل العمالي ده اي حد يلقب بيه هو نتيجة تضحيات قام بيها. آه، أثرت طبعا على بيته، على شغله، على مستقبله، على حياته، وهو طبعا راضي لأن مؤمن بقضية معينة فكان بيضحي من أجلها. القضية دي طبعا كانت معروفة جدا في المحلة، وهي كانت رفع الحد الأدنى للمرتب التأميني للعمال في القطاع الخاص، بحيث ان العمال كان التأمين عليها كان ضعيف جدا، كان مرتب 90 جنيه في سنة 2003، وكان بالتالي اللي كان بيخرج على المعاش كان بيلاقي معاشه 55 جنيه، لكن وهو في وقت العمل كان بيتقاضى من 800 إلى 1000 جنيه. فطبعا كانت بتبقى كارثة لأهل بيته، إن ممكن ناس تتشرد، الولاد يطلعوا من المدارس، يحصل خلافات بينه وبين أسرته. فمن هنا كان حد لازم يتبنى القضية دي. فلما يعني تبينت لي القضية أنا قمت بالعمل ده، وابتديت أعمل توعية لكل زملائي في الشركة اللي كنت شغال فيها، والناس استجابت، وتوجهنا لصاحب العمل علشان يعدل الأجر التأميني. لكن طبعا زيه زي كل أصحاب الأعمال المستغلين مش عايزين يحسنوا من مرتبات العمال في التأمينات. كانت النتيجة إن احنا لما ضغطنا عليه قام فاصل مجموعة من العمال، وكنت أنا واحد منهم، ورحنا المحكمة. وطبعا مع الوقت قعدنا 5 سنين في المحاكم، العمال كلها ابتدت يعني تتفاوض وتترك القضية وتقبل بتنازلات من صاحب المصنع. مفيش غير أحمد جمال الدين هو الوحيد اللي فضل مكمل، وفضل لحد ما خد حكم نهائي بتعديل الأجر التأميني وثبت الأجر الفعلي للعاملين في القطاع الخاص. عايزين حضرتك تعرفنا ايه موضوع الحوالات الصفراء. موضوع الحوالات الصفراء ده كانت العمال المصريين كانوا بيشتغلوا في العراق من سنة 88 ل 89، وكانوا بيحولوا فلوسهم، وكانوا دولة العراق كانت بتديهم ورقة صفرة كده اسمها الحوالة الصفراء، على أمل إن العامل لما ينزل القاهرة يروح يصرف الحوالة دي من البنك. طبعا البنوك هنا كانت في أزمة في الدولار نتيجة إن العراق كانت في حروب مع إيران، وكان في عقوبات عليه. الدولة هنا تقاعست عن إنها تقوم بدورها وإن هي تطالب العراق بإن الفلوس تيجي علشان تديها للعمال. فالعمال ما صدقت إن ثورة 25 يناير بقت موجودة في مصر، وعرفوا إن إحنا بنقوم بكل القضايا ونجيب حقوق كل العمال من كل الشركات والمصانع. في أثناء مؤتمر كنا عقدناه عن عيد العمال، الناس طلبونا إن إحنا نتدخل ونطالب بالفلوس دي، وبالفعل تبنينا حملة على مستوى الجمهورية، وانضم لينا العمال من جميع الدول العربية اللي كان لهم برضه حوالات. وعملنا رفعنا قضية، طبعا بلاغات الأول للنائب العام، وبعد كده ابتدينا نتكلم في الجرايد وفي الإعلام. ظهرنا في قنوات دريم مع الأستاذ وائل الإبراشي، ومع الأستاذ حياة الدرديري في قناة الفراعين، وقناة ستة مشكورة. وكان آخر لقاء لينا كان في قناة الفضائية المصرية، برنامج اسمه استوديو 27، كان مباشر على الهواء على طول. الحوالات الصفراء طبعا لان العمال لقيتنا ان احنا بنقف معاها في كل القضايا وفي كل المشاكل، ونجحنا في قضيتنا الكبيرة. وكمان كل العمال اللي كانت بتتفصل من مصانعها كانوا بيلجأوا لنا، فاحنا كنا بنقف معاهم ونجيب لهم حقهم. كنا مع وزيرة القوى العاملة، وكان مع أحد أعضاء مجلس النواب، وكان مع حد من البنك المركزي، وطبعا وزارة الخارجية كانت معانا في مداخلة على الهواء. وربنا وفقنا الحمد لله، وقدرنا نتحصل على الفلوس ديت
بتاريخ 25/4/2012. المناضل العمالي الأستاذ أحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جمعية عمال مصر التنمية وحقوق الإنسان، المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، حضرتك من مؤسسين الجمعية ولا تم اختيار حضرتك بالانتخاب؟ هو طبعا بيبقى في انتخابات في مجلس إدارة كل جمعية، لكن احنا دي كانت أول جمعية في تاريخ عمال مصر كلها إن يبقى في جمعية باسم عمال القطاع الخاص. لكن طبعا القانون بينص على ان في انتخابات تجرى كل 6 سنين. اما القانون الجديد اللي هو 149 لسنه 2019 ده بينص على ان مجلس الاداره ينتخب كل 4 سنوات فقط. حضرتك نازل الانتخابات مع قايمة ولا مستقل؟ هو طبيعي ان انا نازل كعضو مجلس اداره فنازل مستقل. بتكلم باسم جمعيتنا عمال مصر التنميه وحقوق الانسان اللي هي المفروض وقت ما ربنا يكرمنا وننجح طبعا هنمثل كل جمعيات محافظه الغربيه. هل إدارة انتخابات الجمعيات بتشبه الانتخابات العادية أم ليها قواعد خاصة بها؟ هي طبعا الانتخابات هنا في مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية لها قواعد خاصة شوية. احنا عندنا 3 فئات من الترشح. الرئيس ونازل قبال منه منافس لهم صندوق لوحدهم بورقة لوحدهم. النائب نازل قبال منه 3 مرشحين برضو لهم صندوق وورقة لوحدهم. أما الأعضاء اللي أنا واحد منهم مترشح 29 عضو، أنا رقم 13 منهم. فطبعا طريقة الانتخاب بالنسبة للأعضاء هيتم انتخاب 13 واحد علشان المجلس لازم يكمل يبقى 15 عضو اللي هو الرئيس والنائب و13 عضو مجلس إدارة. فإحنا بنناشد السادة أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية ومحافظة الغربية إن هم يحسنوا الاختيار، يبدأوا من رقم 13 أخوهم أحمد جمال الدين رئيس جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، لأن هو ده اللي هيكون فعلا صوتهم القوي المعبر عن حقوقهم، واللي إن شاء الله هيقدر يحقق لهم كل الأحلام والأمنيات ويقضي على كل الفساد اللي كان موجود قبل كده في المجالس السابقة. طب يوم الانتخابات إمتى؟ إن شاء الله ميعاد يوم الانتخابات يوم 17/12/2022 اللي هو يوم السبت. هتبتدي الانتخابات من الساعة 10 الصبح. احنا التسهيلات اللي عاملينها للناس احنا موفرين لهم سيارة هتكون موجودة قبل قصر 23 مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى. هتمشي طول الطريق وطول اليوم، هتاخد كل السادة رؤساء مجالس الإدارات من أول المكان اللي قلنا عليه مرورا بالشون بالشعبية بقرية الهياتم لحد طنطا، يخلصوا الإدلاء بأصواتهم ونرجعهم تاني في نفس العربية ونيجي ناخد ناس غيرهم. نفضل طول اليوم لحد الساعة 5 لحين قفل باب التصويت. طيب الناس اللي هتدلي بأصواتها دول لازم يكونوا من جمعيات ولا الناس كلها عادي؟ هو طبعا لازم يكون معاه تفويض من مجلس الإدارة إن هو يحضر ويدلي بصوت الجمعية ويبدي كل ملاحظاته. فضروري جدا إن هو يكون عضو مجلس إدارة ويكون معاه محضر بتفويضه لحضور هذا الاجتماع. وكل جمعية زي ما احنا عارفين إن هي لها صوت واحد فقط في هذه الانتخابات. عايزين نتعرف على أهداف الجمعية. جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان طبعا أهدافها معروفة إن هي بتشتغل في مجال المساعدات الاجتماعية، ودي بتنقسم لمجالين. المادية اللي هي عبارة عن لو في مثلا مساعدات مالية أو كرتونات رمضانية أو لحوم أو ملابس أو شنط مدارس، الحاجات اللي هي دي يعني. أما اللي هي المعنوية طبعا دي اللي هي داخلة في الشق القانوني اللي هي التوعية بالحقوق القانونية والدستورية، نعرف الناس يعني ايه القوانين، تأمينات المعاشات، ندافع عن العمال المفصولين في المصانع. لو حد عنده مظلمة ومش قادر يتواصل مع الجهاز التنفيذي للدولة احنا بنتبنى مشكلته ونقدر نتواصل مع كافة المسؤولين، يعني من أول سيادة المحافظ ورئيس مركز مدينة المحلة الكبرى، رؤساء الأحياء، الوحدات المحلية. عندنا برضو بنتعاون مع مكاتب التأمينات الاجتماعية سواء أول أو تاني أو المركز، الشؤون الاجتماعية اللي هي تضامن نفس الأمر. فمن هنا أهمية الجمعية في إن هي تحل مشاكل الناس. طبعا ده دور كبير جدا من الصعب على أي حد إن هو يقوم بيه، لكن ربنا مقدرنا والحمد لله بعلاقاتنا الطيبة
حسن التعامل مع السادة موظفين الجهاز الإداري بالدولة، وإن هو خلى في بينا ثقة، بحيث إن إحنا بنوصل الشكوى بأمانة والناس بتتعاون معانا وبنحلها الحمد لله. دي المساعدات اللي هي الاجتماعية. بنيجي لمجال الرعاية الصحية، عاملين بطاقة صحية بكشف وتخفيض بالنسبة للعلاج والكشف عند الدكاترة، وبيتوفر عندنا مجموعة كبيرة من الأدوية احنا بنديها للناس، بنوزعها مجانا، ولما الكمية بتزيد عندنا بنروح نديها للجمعيات الكبيرة اللي في المحلة، لأن هم عندهم مستشفيات، فبالتالي بيجي لهم مرضى كتير بيقدروا يوصلها لهم. وهو الهدف واحد، إن نساعد الناس صحيا. عندنا محو الأمية ودي مهمة جدا، فتحنا فصول كتير لمحو الأمية، علمنا ناس كتير. وطبعا معظم الناس اللي كانت بتيجي تتعلم عايزة تطلع رخصة سواقة، فكانوا بيسألوا على الجمعيات اللي هي بتشتغل مجانا، بتفتح فصول مجانا، توفر مدرسين مجانا، تساعدهم في يوم الامتحان وتروح معاهم. الحمد لله كمان لما بنقف معاهم لحد ما يستلموا الشهادات، كل الكلام ده مجانا. فطبعا المجال ده ناس كتير بتستغله استغلال سيء، لكن عندنا الأمر كله معلن إن كل الخدمة دي مجانية. في طبعا رحلات الحج والعمرة بنقدم للناس اللي هي بتجينا عن طريقنا، وبنخش القرعة مع بقية الناس، واللي ربنا كاتب له الحج بيطلع يحج. في أنشطة رياضية طبعا عشان نشجع الشباب على الرياضة، بنعمل لهم دورات كرة قدم، بنجيب لهم تيشيرتات ونطبع عليها اسم الجمعية، برضو بتتوزع مجانا. عندنا بقى دور مهم جدا، اللي هو الحافز لجميع العاملين بجمهورية مصر العربية في كافة القطاعات. احنا من خلال الاحتفال السنوي بعيد العمال بنعمل تكريم لحوالي 60 شخصية كل عام. ممكن نعرف البرنامج الانتخابي اللي حضرتك اترشحت من أجله؟ طبعا احنا كأعضاء مجلس إدارات للجمعيات الأهلية بيهمنا أن يكون عندنا اتحاد إقليمي قوي يتمتع بصلاحيات كبيرة جدا تقدر تحافظ على حقوق هذه الجمعيات. ومن أهمها طبعا احنا عندنا لائحة النظام الأساسي لهذا الاتحاد، المفروض أن هي بتنص على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كلهم 15 عضو، المفروض كلهم يبقوا في صندوق واحد في ورقة واحدة، وبيتم الانتخاب لل15 مع بعض. وبعد كده زي أي جمعية في الدنيا وزي أي اتحاد في الدنيا، مجلس الإدارة المجلس كله بيجتمع اللي هو المنتخب، وهو بيشكل مجلس أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، يعني بيختار الرئيس، بيختار نائب، بيختار الأمين العام، بيختار أمين الصندوق، والباقي بيبقوا أعضاء. لكن اللي موجود في الاتحاد حاليا، الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومحافظة الغربية، مختلف تماما عن كل الاتحادات، حيث بتنص يعني مجلس الإدارة بقى هو اللي دايما متمسك بلائحة قديمة كانت موجودة منذ إنشاء هذا الاتحاد. بيخلوا مجلس الإدارة بينتخب عن طريق 3 صناديق، الرئيس بينتخب لوحده، والنائب بينتخب لوحده، و13 عضو بينتخبوا لوحده. طبعا لو رئيس مجلس الإدارة قعد طول ال4 سنين ما يشتغلش، محدش هيعرف يحاسبه إلا الجمعية العمومية، وهو الوحيد اللي بيتحكم في دعوتها. كذلك النائب، إذا هيبقى الأعضاء مظلومين، هيحصل خلافات، مش هيقدروا يشتغلوا طول السنة. فإحنا عايزين نغير هذا الوضع، عايزين نخلي الناس كلها تبقى منتخبة بصندوق واحد. ده البند الأولاني. البند الثاني، إحنا عايزين ننزل من خلال مجلس إدارة الاتحاد المنتخب الجديد، ينزل هو بنفسه عن طريق أعضائه واللجان، تنزل كل المراكز ال8 على مستوى المحافظة، تقيم وتنظم دورات تدريبية في كافة المجالات، توعي الجمعيات يعني ايه قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. إيه لو في منح موجودة، الناس تشرح لهم ازاي يتحصلوا على المنح. في مشروعات بتسند عن طريق الاتحاد، برضو واجب على مجلس الإدارة ان هو يوضح لكل الجمعيات ايه هي المشروعات ديت، ايه الفايدة منها، ازاي الجمعيات تستفيد، وما تبقاش جمعيات معينة موالية لرئيس مجلس الإدارة بما انه هو المتحكم الوحيد. لا، احنا عايزين يبقى في شفافية في الموضوع، كل الجمعيات تبقى عارفة عن طريق موقع الاتحاد ان في
مشروعات، والجمعية اللي عندها استعداد تشتغل في هذا المشروع تتفضل تقدم الأوراق اللازمة ويسند إليها المشروع. يعني دي من أهم النقط اللي احنا بنتكلم عليها. كمان عايزين نخفض للجمعيات أسعار الدفاتر والسجلات، لأن الاتحاد هو اللي بيبيع السجلات ودفاتر التحصيل للجمعيات الأهلية، فما ينفعش إن هو يغالي في الأسعار. كمان عايزين نعمل جريدة ورقية يطبع فيها كل نشاطات الجمعيات، لأن في هدف كبير احنا عايزين نحققه. عايزين نخلي كل الجمعيات تشتغل وتبقى نشيطة. طب ازاي وهي نشاطها ما حدش عارف عنه حاجة؟ يبقى موقع الاتحاد الإلكتروني ينشر هذه الأنشطة. الجريدة الورقية اللي تطبع وتتوزع على مستوى المحافظة برضو ينشر فيها، وبكده يبقى كل الجمعيات هتشتغل، وكل الجمعيات هتبقى سعيدة إن اسمها منتشر على مستوى المحافظة، وطبعا الجريدة بتنتشر على مستوى الجمهورية. وفي نهاية الحلقة بشكر المناضل العمالي الأستاذ أحمد جمال الدين، مرشح عن جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان. ألف شكر.